بقالي 3 أيام غايب. مش خوف، بس بقالي فترة كبيرة جدا ما قابلتش ناس كذابة وناس تخنق وناس تقرف وناس ما عندهاش كلمة. أنا مش مرتاح. يلا قول كل مشاعري وأحاسيسي مليانة جراح. مخلوق من كل الناس جدا ومفيش أفراح. ما هي كل الناس جت على وجعي والعشا موراح. أنا مخنوق بداية من الخاين سيف جعفر، الإمام عاشور، حتى ناس في الجهاز الفني برضو بيكلموك في حاجة وتلاقي حاجة تانية بتحصل خالص. بجد أنا قرفت. الصبر يا ربي على بعد الحبيب ما انا فين يا اخويا؟ انا فين؟ اوعوا تفتكروا من جمهور نادي الزمالك ان انا مش زعلان زيكم ومكتئب وعندي حاله اكتئاب وقرف. انا اول مره تحصل لي في حياتي كلها ان اكون قاعد في التكييف صدري تعبني وعرقان بعد الماتش وقعدت يومين تعبان ومخنوق. اول مره تحصل لي. الصبر يا ربي على بعد الحبيب ما بنام. لو ضدوا عدوا الليالي واحسبوا الايام. من الكذب والنفاق والناس اللي مش محترمه في كلمتها. مبروك لاتحاد الكوره فوز النادي الاهلي بافريقيا والدوري العام. مبروك للاتحاد الافريقي، مبروك للمنظومه الاعلاميه كلها، مبروك لجنه التحكيم، مبروك لجنه المسابقات، مبروك للمعلقين اللي عيني عينك كده اهلاويه كده وبيذيعوا كده اهلاويه ازاي ما اعرفش، واحنا سايبينهم ازاي برضه ما اعرفش. مبروك لكل المنظومه دي. تحسبوا جسم عيني يا عيني الماضي حبيبي يا امام عاشور، مش انا حلفت والله لسه ما خلص. تاني مره بقول لك وربنا امام عاشور لسه ما خلص. ولو خلص اصوم 3 ايام على الحلفان بتاعي ده ورب الكعبه ما خلص. أنا مش مبسوط. إحساسي لو كنت مخليك أنا مش مبسوط. دايما متضايق من نفسي ومن حلاوة الناس. اخر كلام هقوله عندي، مفيش كلام تاني. الكلام ده وجهه للناس المسؤولين في نادي الزمالك، كان بقى ايا كان مين يعني. انا ما اعرفش ايا كان مين يعني. جمهور الزمالك مش هيقبل بالمنظر ده. جمهور الزمالك عايز صفقات، مفيش صفقات تحصل كارثه. وجمهور الزمالك مش هيسمح بكارثه. هو العصب للنادي دلوقتي، هو الوحيد اللي النادي الاهلي بفلوسه ونفوذه ما قدرش يشتريه. انا والعبد، انا وجمهور نادي الزمالك ما قدروش يشترونا. لو ادوني مليار جمهور الزمالك في عز افقر واحد فيهم في المدرجات هات له كده واحد من النادي الاهلي يقول له خد يا عم مليون جنيه كده وشجع النادي الاهلي، عارف يعمله ازاي؟ مليون جنيه هو فقير لان هو الوحيد اللي بيحافظ على الكيان. أنا تعبان جدا من عندك وما حدش يوم حس بتعبي ولا كنت أنا فاهم.